سلام الله عليكم. حكايتنا اليوم حكاية واش من حكاية بعنوان من ولد الحومة المليونير. هاد الحكاية على رضوان اللي كل شي كان كيشوف فيه بحال شي حالم، بحال شي ولد ما فاهم والو في الدنيا، في حومة صغيرة وفي حلم كبير. والناس كيضحكوا كيهضروا وكيسميوه بالمجنون، ولكن هو عارف راسو راه اللي تيضحك عليه اليوم اكيد غادي يصفق عليه غدا. هذه ماشي قصة خيالية، هذه قصة ديال شاب بدا من الصفر، من والو ودار المستحيل. هذه حكاية ولد الحومة يولى مليونير. يلا معنا نبداو قصتنا. كان يا مكان في واحد الحومة بسيطة في كازا، كان ساكن ولد سميتو رضوان، ماشي من عائلة غنية، بالعكس عايش مع امه في دار صغيرة. بوات رضوان مات ورضوان مازال صغير، امه كتخدم في الطيور باش تخلص الكرا وتجيب ليه المصروف. رضوان كان ديما مختلف، ماشي بحال الدراري اللي في الحومة، كان ما كانش كيضيع وقته في القهاوي وفي الهضره الخاويه وبلا بلا. بالعكس كان ديما كيقول واحد الجمله وكيعاودها: انا غادي نولي شي نهار راجل كبير، ماشي ضروري ندير شي خدمه عاديه، انا بغيت نصوب حياتي، انا بغيت نبدل حياتي. هذا هو شعار رضوان بدا كيبيع الصبابط قدام المدرسه وجمع شويه ديال الفلوس، وبدا كيتعلم الفوتوشوب في السيبر، ومن بعد بدا كيتعلم كيفاش يخدم مع الناس من برا، حتى ولا كيدير تصميمات وكيشد الفلوس من مواقع اجنبيه. الناس في الحومه كانوا كيضحكوا عليه ويقولوا: شكون غادي يشري من عنده؟ شكون غادي يخلصه؟ هو باقينا. ولكن رضوان ما عطاهمش قيمه، كان كيسهر بالليل يخدم، يتعلم، يطيح ويرجع يوقف، وبشويه بشويه ولا كيشد 1000 2 ثم 10,000 درهم، وزيد ورضوان غادي طالع والصالير غادي كيطلع. وفجأة واحد النهار رضوان غيحط واحد ستوري على الحساب ديالو في انستغرام، بان فيه رضوان لاباس عليه. الناس اللي كانوا كيضحكوا عليه تقلبوا ولاو كيتسناو يشوفوا رضوان اش دار، بغاو يعرفوا رضوان كيفاش قدر يوصل لهذا النيفو، رضوان كيفاش قدر يبدل حياته بهذه الطريقه ويتحول من ولد الحومه فقير جدا ويتيم لواحد مليونير. رضوان دار قناه في اليوتيوب، بدا يحكي قصته كيفاش بدا من والو، وكيفاش دار المشاريع ديالو، وكيفاش بالتصميم خدم على راسو. اليوم رضوان عنده شركة ديالو وكيخدم معاه شباب من الحومة، وامه شرى ليها دار كبيرة وعتقها من خدمة ديور وتمارة، وكل شي بدا بكلمة واحدة: انا مؤمن براسي، ما غاديش نخلي حتى واحد يطفي لي النور ديال الحلم ديالي. رضوان ما كانش عنده شي سر سحري، رضوان عنده غير العزيمة والإيمان والصبر. كل طيحة كانت درس، كل دمعة كانت دفعة للقدام. راه النجاح ماشي حظ، النجاح هو انت ملي كتقول ما غاديش نوقف، ما غاديش نستسلم حتى نوصل، واخا الدنيا كلها تقول لا، انت وقلبك يقول العبرة من هاد القصة ديال اليوم راه ماشي ضروري تكون في بيئة مثالية باش تنجح، اللي عنده العزيمة يقدر يصوب من الفقر قصة النجاح. ما تعطيش أهمية اللي كيضحك، ولكن ركز على الخدمة ثم الخدمة والتعلم، وبالوقت الدنيا غتضحك ليك. وهنا غنكون وصلت النهاية ديال القصة ديالنا وقصتنا سالات. وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش بجام متابعة للصفحة إلا عجبتكم القصة باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.